الرد هو قصور في مجموع السهام عن أصل المسألة. إذن هذه هي المسألة الردية، المسألة القاصرة. نعالج هذا الموضوع من خلال 4 نقاط. النقطة الأولى أولا التعريف بالرد، النقطة الثانية شروط الرد، النقطة الثالثة موقف الفقهاء من الرد، النقطة الرابعة كيفية حل مسائل الرد. هذا لو بلان الواقي أرنث يوث أنزوير ذي أولا تعريف الديفينيسيون، تعريف إلى ألف باء، تعريف لغة واصطلاحا. ذي اللغة ذي ثلث تعرف مدينة الرد، رد، أرجع، استرد، استرجع، عاد، سيض الريد الصرف قارتين تقضي 70,000 تفكض 700,000 سيض الريد الصرف شحال يدير 30,000 دابا سوا يشوف مروان الرد لغة لغة، عاد، استرجع، صرف، صرف الزائد، اصطلاحا معناه صرف الزائد إلى مستحقيه من الورثة حسب فروضهم. أعيد المعنى الاصطلاحي للرد: صرف الفائض أو الزائد لأن مجموع سهام الورثة لم يستغرق أصل المسألة، ففي المسألة قصور مجموع السهام عن أصل المسألة. بعبارة أخرى، وجود فائض على مستوى أصل المسألة لا بد من صرفه، لا بد من رده لمن؟ إلى مستحقيه من أصحاب الفروض حسب فروضهم. استقبيلي اصطلاحا إلى أين زاد ذي تريكة، يعني نفكيس الورثة التريكة يعوم الخير يقراد الخير أين فاضا أين ديقران إلى قث نفضو في أصحاب الفروض كل يون على حساب موريس. ثورة ذاكي أدفتغ مسألة رياضية. لو كاشينيغ مثلا يون السيوم مثلا مثلا يسعى ذي تريكة 2/3 إجمثنا غوايض يسعى النفس ذاك ثاني لا زيادة. إما إلا كشني الساعد الثلث أنتير كشني الساعد النفس يخص. المسألة الردية إذا تتحقق عند حصول قصور على مستوى مجموع سهام الورثة ويبقى فائض على مستوى أصل المسألة. إذا وجد التعريف ثم نروح نقطة في السناف. شروط الرد 3 شروط. الشرط مزوارو الشرط الأول وجود صاحب فرض أو أكثر. وقيل الشرط مزوارو إلى قديلي على الأقل يولسي أصحاب الفروض. أصحاب الفروض شحال قلان؟
12. عدد النساء شحال يقلان؟ الأم تيمات، الجدة، الزوجة 3، 4 البنت، 5 بنت الابن، 6 والتمس تشقيق الأخت الشقيقة، 7 والتمس باباس، 8 والتمس يماس الأخت من جهة الأم، 8 وقيل ذي الإناث تلاوين إرجازا ذكور لنا 4 الزوج، الأب باباس، الجد جديس، ويس 4 الأخ لأم ويماس يماس، المجموع 12. الشرط مزوار من شروط الرد إلى قذيلي ونسي أصحاب الفروض يدنغ نغ أكثر ضرورة وجود صاحب فرض أو أكثر. الشرط والسين عدم وجود عاصب أوريلا قرذيلي يونسي العصابة، سي لوجيك، خاطر لو كان يكون واحد من العصابة يدي الباقي، معنى لا نكون أمام ظاهرة الرد، لا يمكن أن تكون المسألة قاصرة عند وجود صاحب عصبة أو عاصب، لا يمكن ولاش إلا قال ويتسيليانا. الشرط والثلاثة ضرورة وجود فائض في التركة وإلا تصبح عادلة، 3 شروط فقط. هذا نفرع. النقطة الثانية شروط الرد. ثالثا موقف الفقهاء من الرد. هذه المسألة فيها تفاصيل، ولكن خلاصة ذلك هناك موقفان كبيران. الموقف الأول يقول بعدم الرد، يقول لك الفائض يؤول مباشرة إلى بيت المال، إلى الخزينة العمومية. الموقف يمزون كيقار الورثة في كاسم أمثلة المثال قد نفكا علي وكذا عمر يزاد يون أو تريزور بيبليك خزينة العمومية أسفيدينك لزيرتي الورثة بوين يولي بوين الثلث يولي بوين النصف، يقول هذا الخير ندي يقول هذه يروح الخزينة العمومية، هذه يروح بيت المال. هذا رأيي، ولكن الرأي الغالب أقوى هو الرأي اللي قال لا يرد على الورثة، وممن قال بهذا الرأي من الصحابة عمر بن الخطاب الفاروق، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة، وتبنى ذلك الرأي كبار العلماء. إذن وبالنسبة للمشرع الجزائري نتكلم عن القانون الجزائر، قانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 05/02 في المادة 167 تبنى رأي جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء. أكتفي بهذا. المادة 167 في المسألة تفصيل، أكتفي بهذا.